الحويج يصدر قراراً بتحديد سعر الإسمنت المكيس والدبيبة يدعوه إلى سحبه. هي تفاصيل القصة. أعلنت شركة الاتحاد العربي للمقاولات رفع أسعار الإسمنت المكيس من مصانعها من 15.5 ديناراً إلى 39.5 دينار للقنطار الواحد، وذلك بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة. القرار واجه رفضاً من الدبيبة الذي أصدر تعليمات لوزيره بسحبه والتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص، في خطاب منشور عبر صفحة حكومتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ويذكر أن سعر الإسمنت المكيس قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ إغلاق أحد أكبر مصانعه قبل أكثر من 3 أشهر، وسط عجز المصانع المحلية عن الإيفاء بالطلب المتزايد على هذه المادة.